وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معانا يا جماعه بسبوسه الحلواني زي ما هي مرمله وطريه بالظبط زي بتاعه بره. معايا هنا نص كيلو من السميد اللي هو ما بيبقاش ناعم، بيبقى خشن. ومعايا كوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه من السمنه، كوبايه سكر، ونص كوبايه من جوز الهند، وعليها معلقه لبن بودره، ومعلقتين من عسل النحل. لو تمام معلقتين من عسل النحل. هحط في الخلاط دلوقتي كوبايه اللبن والسكر والسمنه، وهضربهم مع بعض في الخلاط. تمام. كمان عسل النحل. تمام. عايزه الخليط معايا يبقى كريمي. المكونات القوام بتاعها بقى كريمي. تمام. على دقيق السميد، ويا دوبك مش هقلب، يا دوبك انا هلم المكونات بس تقليب بسيط قوي، لان انت كل ما بتقلبي في البسبوسه بتنشف معاكي. تمام. وهضيف جوز الهند يا جماعه نص كوبايه مع معلقه اللبن البودره. تمام. احنا بس بنلم المكونات. انت ما بتقلي البسبوسه مش بتقلبيها كتير لان هي بتنشف معاكي. تمام. بس انت كده لميتي المكونات. تمام. ما تقلبيش كتير زي ما اتفقنا. هتحطيها في صينيه مدهونه، تكوني مجهزه صينيه مدهونه سمنه برضو نفس القصه. كده خلاص. بصي بتعملي كده ليه؟ علشان تبقى سوا واحد. هنزينها بالبندق، وده الشكل النهائي ليها بعد ما حطينا عليها البندق وسوينا وشها كده. بتقعدي تخبطي فيها كده لغايه ما وشها يتساوى، وهنحطها في فرن على درجه حراره 200 درجه مئويه في الرف الاوسط، ويكون الفرن مسبق التسخين، يعني الفرن يكون سخن من قبلها، لان الفرن لو كان بارد البسبوسه هتنشف معاكي. دلوقتي هعمل الشربات بتاعها. الشربات يا دوبك بيبقى خفيف، يعني ميه بسكر. عندي كوبايه وربع سكر على كوبايه ونص ميه، وشويه فانيليا. انا بقلبه قبل ما احطه على النار، بدوب السكر، لان انت لو حطيتيه كده والحروف كان فيها سكر مش دايب السكر هيسكر معاكي. هو ده السبب اللي بيخلي السكر يسكر معاكي، ان بيبقى فيه الحروف بيبقى فيها سكر مش دايب، واول ما تتحرق مع النار هتخلي السكر يسكر تاني. فهتقلبيه وتدوبيه، بعد كده تحطيه على النار يا دوبك يعني يغلي بس، وتطفي عليه على طول، عشان احنا عايزين الشربات البسبوسه بيبقى خفيف. اهو الشربات يا دوبك غلي، بس غلي طفيت عليه على طول. يا جماعه طلعت من الفرن باللون ده الذهبي ده. انا ما ولعتش الشوايه وحاجه، انا سبتها بس لحد ما وشها احمر زي ما قلنا. درجه حراره 200 والفرن يكون مسبق التسخين. علامات نجاح البسبوسه انها تشرب الشربات بسرعه. تمام. لو ما شربتش معاكي الشربات بسرعه اعرفي ان في حاجه غلط اتعملت، يا اما في الخطوات او في المقادير. بصي ولا مفرفته ولا اي حاجه، القطعه بقطعتها مرمله وطريه جدا جدا من جوه، خطيره يا جماعه وطعمها رهيب. يا رب يا جماعه يكون الفيديو عجبكم باذن الله واستفدتوا منه، ودعموني باذن الله في قناتي باللايك والشير، عشان انا قناتي لسه جديده، وان شاء الله باذن الله هقدم لكم وصفات ونصايح كتير قوي قوي قوي، خبره 20 سنه في المطبخ، وان شاء الله هتستفادوا مني. واي عروسه جديده اوعدك ان انت هتبقي استاذه في المطبخ لو تابعتي قناتي ان شاء الله.